السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أي شيء اشتركوا في القناة وحطوا لايك علشان يوصلكم كل ما هو جديد بإذن الله. معانا منزل للبيع. مساحة المنزل اللي معانا 120 متر. المنزل 7 أدوار. مساحة المنزل 120 متر 7 أدوار. المنزل بسم الله ما شاء الله حاجة محترمة. كمان هو موجود في وسط البلد محافظة القاهرة. موجود في وسط البلد محافظة القاهرة. المنزل اللي معانا موجود قريب جدا من السيدة زينب، قريب من عابدين، قريب من العتبة، قريب من وسط البلد عامة يا جماعة، قريب من السيدة عائشة. المنزل موقع متميز جدا، معلهوش أي مخالفات في الحي ولا أي ديون ولا أي إزالات. المنزل مش على الشارع المنزل، لكن هو قريب جدا من السيدة زينب والسيدة عائشة. موقع متميز جدا، قريب من أحمد ماهر، من وسط البلد، من عابدين. المنزل مساحة 120 متر 7 أدوار. العنوان شارع القدرية السيدة عائشة. منزل مساحة 120 متر مكون من 7 أدوار، 5 شقق في العمارة أو في المنزل متأجرين إيجار قديم، ولكن في طبعا تسهيلات مع السكان إن هم يخرجوا والمنزل يفضى. المنزل اللي معانا الدور الأول مكون من شقة ومخزن، شقة كبيرة ومخزن. الدور التاني مكون من شقتين، والدور التالت مساحة شقة واحدة جاية على المنزل كله يا جماعة، أو مساحة المنزل كله شقة واحدة في الدور التالت، وهي دي الشقة اللي فاضية. المنزل داخله شقتين فاضيين. المنزل اللي معانا ليه وجهتين، واجهة بتبص على القلعة. يعني بسم الله ما شاء الله موقع متميز جدا، قريب جدا من السيدة عائشة. جميع الأوراق بتاعت المنزل موجودة، والعقود والملكيات، وطبعا عقود الملكية والأرض، وكل الأوراق موجودة بإذن الله. بس طبعا زي جماعة زي ما احنا متفقين نسأل على كل التفاصيل. أنا مجرد قناة إعلانات فقط وليست مسؤولة عن أي نصب حضرتك تتعرض له. لازم تسأل على كل التفاصيل. المنزل موقع متميز جدا، مساحة 120 متر 7 أدوار. المنزل داخله 5 شقق إيجار قديم، والشقتين فاضيين. شقة مساحة 120 متر على دور واحد، وفي كمان يا جماعة السطوح داخله معمول له اوضتين وحمام. في السطوح في اوضتين وحمام. موقع متميز جدا. عاوزين تعرفوا اي تفاصيل تانية او تسألوا على الموقع، بس اهم حاجة يا جماعة رجاء الجدية، يعني ان طبعا في ناس بتتصل وخلاص، فرجاء الجدية اللي ناوي بإذن الله يروح يتفرج ويشوف المكان ويشوف الموقع. وطبعا في تفاصيل كتير صاحب المنزل هو يعرفها لك. الرقم اللي موجود رقم صاحب المنزل. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك علشان يوصلكم كل ما هو جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.